اوعى تغلط غلطتي وتدخل كليه صيدله الاعداد مشبعه، المذاكره كلها كيمياء، لا وفوق كل ده بقى بعد التخرج مش هتلاقي شغل. ارمي لي بقى الكلام ده كله في الزباله وتعالى معايا. الكلام اللي فوق ده ما هو الا حجج ملهاش اي قيمه. لو جينا نتكلم مثلا على صعوبه الكليه، فكل كليه او كل كليه في المجال الطبي ليها الصعوبه الخاصه بيها. يعني لو جينا مثلا نتكلم على طب فهي اصعب كليه من حيث الكم، لو جينا نتكلم على صيدله هي اصعب كليه من حيث الكيف، لو جينا نتكلم عن اسنان فهي اصعب كليه من حيث العملي. لو اتكلمنا بقى عن فكره التشبع والاعداد فانا عايز اقول لك ان دي ازمه دوله مش ازمه كليه، واكبر دليل ان التكليف اترفع عن كل الكليات الطبيه ما عدا طب بشري وتمريض احقاقا للحق يعني. وعايز اقول لك لو خرجنا بره المجال الطبي كله ورحت سالت حد في حاسبات او هندسه هتلاقيه برضه بيشتكي لك من موضوع التشبع الطلابي اللي موجود. اخر جزء بقى وهو انك مش هتلاقي شغل، فانا عايز اقول لك صيدله ابعد ما تكون عن كده. عارف ليه؟ لان كميه المجالات اللي ممكن تشتغل فيها في صيدله كتير جدا. ممكن تشتغل في شركات الادويه، ممكن تشتغل في الميديكال ريب، ممكن تشتغل في التصنيع الدوائي، ممكن تشتغل في صيدليه او حتى تفتح الصيدليه الخاصه بيك، ممكن تشتغل بقى مع الدوله في ضمان الجوده او المراقبه الدوائيه، ممكن تشتغل في الريسيرش اند ديفلوبمنت، وممكن في التحاليل الطبيه، ولو انت بقى كنت كلينيكال فانت ممكن تشتغل في المستشفيات وانت مرتاح. ده غير بقى ان فكره التشبع دي موجوده في مصر بس، فباب السفر مفتوح ليك. وطبعا المجال الاكاديمي وان انت تفتح براند خاص بيك، كل ده مجالات موجوده قدامك. انا مش عايز اقول لك ان كليه صيدله هي الامير اللي هينقذ الاميره من الوحش، بس اللي انا عايز اقوله لك بجد ان كليه صيدله لو الكليه اللي انت هتاخدها ناوي تجتهد فيها وناوي تتعب وتعمل اللي عليك، فانا بقول لك ادخل الكليه دي وانت مطمن وباذن الله هتلاقي ثمار اللي انت زرعته ده. انما بقى لو انت ناوي تدخل وشايف ان هي الكليه اللي ممكن تمشي نفسك فيها وتعدي الموضوع كده بسلاسه وتلاقيك وصلت للي انت عايزه، فانا عايز اقول لك السيناريو ده مش هيحصل ابدا في كليه صيدله. وساعتها فعلا هتلاقي العيوب اللي انا قلتها ليك في اول الفيديو، زي الكثافه او التشبع الطلابي، زي صعوبه المذاكره، زي في الاخر ان انت مش هتلاقي شغل. فساعتها بجد هتلاقي العيوب دي. ما عدا ذلك فانا بقول لك ادخل كليه صيدله وانت مطمن.